امبارح استفزني جدا يعني اسلوب محمد نصر، يعني حلو جدا يا محمد واتفق معاك كاخراج. عايز تجيب صوره دومينيك دا سيلفا تبين ان هو ضيع وابو تريكه هو اللي نزل جاب، ان التغيير سليم مثلا. دي حلو قوي الحاجات دي، ان انت بتربط ما بين ده وما بين ده، بتربط ما بين ان دي ضربه جزاء زقه، وفي زقه ثانيه اتحسبت للاعب في الشرطه ما حسبهاش الحكم، او حسبها الحكم وما حسبش الزقه دي. حلوه جميله كل الحاجات دي، ولكن احنا مالنا باستاذ محمد نصر بالالتراس؟ انا مش عارف، انا بقيت حاسس دلوقتي ادي الاثنين كبوا دول بتوع الالتراس اللي هم بيقودوا الالتراس. استاذ محمد يعني قسم الشاشه نصين وجاب لنا ايه الفنيات يا استاذ محمد نصر في ان انت تجيب لي الكب ومن وشهم كمان. يعني المفروض دي الكاميرا دي فين بقى؟ عايز اعرف الكاميرا دي انت حاططها في المدرج للالتراس؟ يعني انت دلوقتي المفروض دول ظهرهم للملعب، يعني معنى كده ان انت جايب كاميرا مخصوص حاططها للالتراس وجايب لي الكاب، يعني اتفقت معاهم في الدقيقه كذا هتجيب صورهم وهتجيب لهم اليافطه في الدقيقه كذا وهيولعوا في الدقيقه كذا. هل ده يعقل؟ يعني هل ده ينفع؟ ده شيء مهني صح يعني؟ وخصوصا ان هم قابلوا يعني موقف الداخليه بعد ما الداخليه فتحت الشرطه وعملت حاجه كويسه جدا وتذاكر ببلاش، ادوهم شتيمتين حلوين من قلبك يحبهم، شتايم في منتهى قله الادب، يافطه فيها شتايم مش ما اقدرش اقولها طبعا على الهوا. الناس يعني الكابس للشرطه يعني كذا، مش عايز اقول حاجه، يعني منتهى قله الادب. والاستاذ محمد نصر عامل لي كاميرا عشان يقعد يجيب كل شويه الجمهور بيعمل ايه؟ صحابه واصدقائه. طب منابي كلمتهم في التليفون يا محمد امبارح وقالوا لك 100 100 يا محمد جبت لنا وبتاع وظبطت وكده، يعني مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. كل حاجه بقت بايظه كده، كل حاجه بقت بايظه.